مش لازم تكوني محترفة علشان تعرفي تعملي ديكور كونكريت، ولا حتى لازم يكون عندك قوالب سيليكون. في الفيديو ده هخليكي تعملي مبخرة شيك زي دي من حاجات موجودة عندك في البيت، هنحولها لتحف فنية حرفيا. خليكم معايا خطوة بخطوة علشان تعرفوا عملنا ايه، وعشان كمان تعرفوا اسرار شغل الكونكريت لو حابين تبدأوا المشروع. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد هعمله بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان يوصل لناس تانية كتير. المبخرة دي شيك جدا، هنعملها بطريقة احترافية محدش هيصدق انك انتي اللي عاملاها. هنحتاج اي علبة ورق او بلاستيك، وجبت كوباية وقصيت جزء منها علشان اصغرها شوية وهلزقها في نص العلبة كده. هنحضر خليط بقى عبارة عن كوبايتين جبس وكوباية مية. الجبس بيكون ضعف المية، يعني كل كوبايتين جبس عليهم كوباية واحدة من المية. هحط الأول المية كده، بعدين هحط الجبس بالتدريج. حطيت أول كوباية وهقلب الخليط، وهحط الكوباية التانية علشان ما يعملش أي تكتلات. هنقلبه بقى كويس جدا. هجيب بقى القالب وهدهنه كله بزيت أو فازلين. الخطوة دي مهمة جدا علشان القطعة تطلع بسهولة. كده القالب بتاعنا بقى جاهز. هنصب بقى الجبس كله وهنخبطه كده علشان لو جواه اي بابلز تختفي. الخطوات دي كلها لو عملتيها صح النتيجة هتطلع اكنك مستخدمة قالب جاهز بالظبط. وهقول لكم بقى السر اللي هيخلينا نشيل البابلز اللي بتبقى على الوش دي. هنجيب بقى الكحول ده وهنرش منه بالشكل ده علشان كل البابلز دي تختفي. هسيبه بقى حوالي ساعة او اقل يتماسك كده، بعدين هفتح العلبة واطلعه. وهشيل كمان الكوباية اللي كنت حطاها، وعشان نخفي اي عيوب ممكن تطلع مني في القطعة هنجيب صنفرة ناعمة وهنصنفرها. الخطوة دي مهمة جدا، بتساويها قوي وبتفرق جدا في الشكل الاخير. مهم جدا ان احنا نسيبها تنشف يومين او 3 علشان تطلع منها اي رطوبة، وبعدين نبدأ نشتغل عليها. دلوقتي بقى الجزء الممتع وهو التلوين. اختاروا الوان تحبوها وتكون كمان مناسبة لديكورات البيت عندكم، وممكن كمان نسيبها على اللون الابيض ده. كملي الفيديو للاخر علشان تشوفي طريقة التزيين اللي عملناها، خليها تبان كأنك شاريها من محل ديكور غالي حرفيا. انا هلونها ببلاستيك اسود، وممكن برضو تستخدموا الوان اكليرك او سبراي باي لون تحبوه. هنلونها بقى كلها من فوق ومن تحت علشان الفينيش يكون جميل واحترافي. بعد بقى ما نشفت تعالي بقى اقولك ازاي هنخليها تلمع زي ما بتشوفيها بره. هنجيب ورنيش مائي وهنخففه بشوية مية وهندهنها بيه. خطوة الورنيش مهمة جدا، بتعزل القطعة وبتحافظ عليها من الحرارة، وكمان بتديها لمعة حلوة جدا زي ما هتشوفي. بعد ما دهنتها هسيبها تنشف، وما تقلقوش من اللون الابيض بتاع الورنيش ده، هو هيختفي على طول لما تنشف. خطوة التزيين دي بقى اللي هتغير شكلها وهتوديها في حتة تانية خالص. هحط ورنيش عليها بشكل عشوائي بالشكل ده، وهحط على الورنيش قطع صغيرة من ورق الدهب بشكل عشوائي كده. ورق الدهب بيفرق جدا في التزيين وبيخلي الحاجة شكلها تحفة ومميز قوي. وممكن كمان تلزقوا ورق الدهب بغيرة متخفف بشوية مية بدل الورنيش. بعد كده بالفرشة هبدأ أشيل ورق الدهب الزيادة اللي عليها. كده هي خلاص خلصت، بقت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. الحاجة بقى اللي هتزود من جمالها وهتخليها شكلها شيك قوي هي المبخرة الارابيسك دي. بجد بقى شكلها تحفة قوي ومحدش هيصدق انك انتي اللي عاملاها. وممكن بدل المبخرة دي نستخدم صفاية حوض او اي طبق صغير موجود عندنا، هتبقى جميلة جدا برضو. مين كان يتخيل ان حاجة بالجمال ده تتعمل من غير قوالب جاهزة؟ حطي بقى فيها البخور واستمتعي بحاجة من صنع ايدك. لو حبيتي الفكرة ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة علشان تشوفي افكار اكتر باسلوب سهل وجميل زي ده.
المبخرة دي سهلة قوي، هنعملها بأقل تكلفة. هستخدم العلبة البلاستيك دي، وأي علبة هتنفع سواء كانت بلاستيك أو ورق. العلبة دي كان فيها تجويف من جوه، فمش هحتاج أحط فيها حاجة من تحت أو فوق علشان نعمل تجويف. لو العلبة بتاعتكم ما فيهاش التجويف ده، ممكن تلزقوا حاجة من تحت زي ما عملنا في الفكرة اللي فاتت، أو بعد ما تصبوا الخليط هتحطوا حاجة من فوق علشان تعمل التجويف. الخطوة الجاية بقى دي مهمة جدا علشان القطعة تطلع بسهولة. هندهن العلبة بزيت أو فازلين زي ما عملنا قبل كده. كده احنا جهزنا القالب بتاعنا. عملت بقى خليط من الجبس نفس اللي احنا عملناه في الفيديو الاول. الجبس هيكون ضعف المية. كملوا الفيديو معايا علشان هنعمل تكنيك رخامي حلو جدا. هستخدم بقى مركزات الوان. اللون البني ده مهم جدا ترجوا الازازة قبل ما تحطوه علشان اللون بيكون متركز تحت. هحط بقى نقط بسيطة منه. انا للاسف زاد مني شوية غصب عني، بس مش مشكلة، هنكمل الفكرة برضو. بس انتوا حاولوا تحطوا نقط اقل وبسيطة عن كده علشان يكون شكلها احلى. هنحرك بقى الخليط بأي عصاية كده علشان نعمل الشكل الرخامي ده. هصب الجبس في القالب بتاعنا. هحط شوية وهخبط العلبة عشان لو فيها أي فراغات تتملي، وبعدين هصب الباقي. هسيبها بقى تتماسك براحتها، ممكن ساعة أو أقل، بعدين هطلعها من القالب. جاهزين بقى تشوفوا النتيجة؟ بصوا الألوان العشوائية شكلها عامل ازاي، ولو قللتوا اللون عن كده هيكون شكلها أجمل بكتير. لو طلعت فيها أي عيوب هنجيب صنفرة وهنصنفرها، بس هي الحمد لله طلعت مفيهاش أي حاجة. امشوا على الخطوات اللي أنا قلتها وهتطلع جميلة جدا. هي هتحتاج بس صنفرة بسيطة جدا جدا من تحت. بعد ما هنصنفرها مهم جدا تسيبوها من 2 ل3 علشان تنشف، ولو فيها أي رطوبة تخرج منها. وعشان بقى نخليها تلمع ويكون شكلها احلى، هندهنها بورنيش مائي متخفف بشوية مية، ولما تنشف هدهنها مرة كمان. وبس كده، ده بقى شكلها. جربوها بالالوان المناسبة لديكورات بيتكم وقولولي ايه رأيكم. وما تنسوش تحطوا نقط بسيطة من مركزات الالوان علشان تطلع احلى. هنجيب بقى مبخرة زي دي او صفاية حوض وهنحطها في النص كده، وممكن كمان لو متوفر طبق صغير هينفع برضه. وبس كده هي بقت جاهزة. شكلها جميل وسهلة جدا، مش هتاخد وقت معاكم خالص. محدش كان يصدق ان المباخر دي هنعملها من شوية جبس ومن غير قوالب كمان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تجربوه، واستنوا مني فيديوهات جاية هنعمل قطع تانية بنفس البساطة والجمال. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم. وما تنسوش كمان تكتبولي في الكومنتات تحبوا اعمل ايه بالجبس المرة الجاية.